انا وجعي مش عليه ولا على فراقنا. انا كل اللي وجع قلبي وتعبني اني مش قادره استحمل. انا اللي ببعت له، انا اللي بدور عليه، وهو ما بيردش. وحتى لما رد بعت لي رساله حسستني قد ايه انا قليله قوي وضعيفه. انا بجد نفسي اتغير من جوايا، نفسي ابقى شخصيه قويه وواثقه من نفسها وابطل استمد الامان من الناس اللي حواليا. عايزه تتغيري؟ اسمعيها مني. في الاول اعذري نفسك وما تجيش عليها. انا عارفه انت حاسه بايه دلوقتي، ومقدره وجعك والمك وتوهانك واحساسك انك مش لاقيه السند، وعارفه انك مرعوبه من فكره انك خسرتيه للابد، لانه بالنسبه لك الامان والونس والحب والاحتواء. وعارفه انك حاسه بكده على الرغم من انك ممكن تكوني مش مرتاحه في العلاقه دي. وعارفه كمان انك استحملتي كتير، وعندك استعداد تستحملي اكتر وتدي اكتر واكتر في سبيل بس انك ما تحسيش بالوحده. بس خليني اقولك واقول لكل واحد واحده عايز يحب ويتحب، بس في نفس الوقت ما يتسابش في وسط الطريق. حب نفسك في الاول، زي ما سمعت. لو عايز تتحب وتتقدر حب نفسك وقدرها قوي. صدقني عمر ده ما كان انانيه، ده قمه العطاء. عارف ليه؟ لانك وقتها هتقدر تختار صح وتحب صح. اصلك مش هتكون جعان حب واحتواء، انت مشبع نفسك. انت ساعتها مش هتهين نفسك ولا هتسمح لوجود علاقة سامة في حياتك لمجرد خوفك من الوحدة واحتياجك للحب، لانك مش محتاج ده. انت شبعان، فحبك هيكون فيه توازن وهيبقى عقلاني. وبطل تشحت احاسيس من الناس، ووقف اي اذى انت بتسببه لنفسك او غيرك بيسببه لك. بطل تدي حب واحتواء واهتمام لناس عندها عيوب كتيرة قوي وتعبينك. ناس بتيجي عليك وبتكسرك، ناس بتوجعك وبتألمك. ومش بس كده، ده انت كمان بتيجي على نفسك وتلومها وتدوس عليها. كل ده عشان خاطرهم؟ الذنب ده اسمه كلام؟ حرام عليك. فوق. انت تستحق الحب والتقدير، بس مش من اي حد. انت محتاجه منك انت. عامل نفسك بالطريقة اللي تحب اي حد يعاملك بيها. ساعتها بس هتلاقي اللي يحبك بجد ويهتم بيك ويقدرك. خلي بالك، اي حد هيلومك على حبك لنفسك الشخص ده عمره ما حبك بجد ولا يستاهل وجوده في حياتك، وغالبا هيكون بيستغلك. عايزك تفضل قليل؟ من النهارده ابدأ. حدد وقت قضيه مع نفسك، خرجها، فسحها، كلمها، طبطب عليها، قول لها كلام حلو. ما تضحكش، عمر ده ما كان جنون، ده قمة العقل. جرب بس وانت هتدعيلي. وبطل تعتذر عن حاجات مش لازم تعتذر عليها. اتعلم تقول لا. قول لا لأي حاجة هتيجي على نفسك ورغباتك فيها وتوجعها. وكل ده عشان ما تفقدش الشخص اللي قدامك. ما تخليش حد ياخد قرارات مصيرية تخصك بدل عنك. وبطل انتقاد لنفسك وما تخافش من التغيير. خليك واثق في قراراتك. دور جواك واقرا نفسك وتعلم وتغير وطور. ساعتها بس هتبقى أجمل وأحلى وأشطر. صدقني ساعتها مش هتستنى حد يكلمك. هتحس إن أنت مكتمل بذاتك، وأي شخص هيدخل حياتك هيبقى نجم بيزين سمائك. وإن رحل فما أجمل السماء وهي صافية. ما دمت وصلت لحد هنا يبقى أكيد أنت استفدت من الفيديو. بقى إنك تفيد غيرك وتعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، وكمان تشجعني إن أقدم لك كل ما هو مفيد. أحبكم في الله، هدية محمود.